كاين كلمة حفظوها، كلمة احفظوها وعيشوا عليها وموتوا عليها لتلقوا الله عليها. هذه الكلمة هي إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. أنا ما نخليش رضا رب العالمين لأرضي الناس، يستحيل. والناس والله تفعل ما تفعل لن ترضيهم جميعا. إذا ماذا أفعل؟ يقول لك واش ندير؟ أرضي الله وكافى. هذا هو شعار في الحياة. بما أني أرضي الله وأزف لك هذا الحديث، وأنت كذلك أختاه اسمع هذا الحديث سبحان الله، لأنك تتعامل مع الله. روى ابن حبان رحمه الله في صحيحه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال مر لعائشة قال لها: يا عائشة، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ليرضي ربي سبحانه ولو سخط عليه الناس، هذا ربي يرضى عليه وحتى الناس مع الوقت يرضوا عليه، لأنه إنسان قدم رضا الله. قال: يا عائشة، من أرضى الله بسخط الناس، معنى بليش بها، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن اسمع واسمعي، ومن أسخط الله أغضب الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس والعياذ بالله. واللي يغضب ربي سبحانه باش يرضي الناس، هذا يغضب الله عليه ويغضب عليه حتى الناس اللي يحب يرضيهم. إذن أرضي الله وكفى. وكما قال القائل قديما لنختم: رباه بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر عبدا ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا رب وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. رباه إذا اشتبكت دموع بخدود تبين من بكى ممن تباكى. رباه فليرضى عني الناس أو ليسخطوا، فلم أعد أسعى رباه لغير رضاك. هذا هو الشعار تاعنا، نرضي الله وكافى. اللي يحب يتبعنا مرحبا به، اللي ما يحبش أنا أرضيت الله عز وجل.